في people and places بالذات، يعني لازم واجب ان انا اقولها. لان انا ليه واجب ان انا اقولها؟ لان دي حاجه مش الكل عارفها. يعني دي حاجه مش الكل شافها، مش عارفها بقى، انا شفتها. people and places هي الفيس ليفتنج، او هي احدى شركات العسال او عيله العسال مصر ايطاليا. خلاص يا سيدي، ماليش علاقه بمشاكل مصر ايطاليا. يا سيدي ماليش علاقه بتاخيرات مصر ايطاليا، حاضر ماليش علاقه، هسمع كلامك حاضر واصدقك. جبت نبيل عماشه، وده اسم كبير جدا في الماركت، انا قلت الاسم ده من زمان. وجبت ديزاين حلو قوي، الكمي، هو طبعا مكتب كبير، الكمي ده اللي بيشطب كاستشاري هندسي يعني، او تشطيبات انتيريور واكستيريور ديزاينز. طيب اشوف، انا بدي الديفلوبر حقه في الحاجات. خلاص. طيب تنفيذ المشروع، انا معترض ليه يا جماعه؟ هو انا معترض على المشروع ليه؟ ما هو حلو. هو انا ما اعرفش بيبل اند بليسز بالنسبه لنا، لو انت عايز تفصل نفسك عن مصر ايطاليا يبقى هي جديده، يبقى الشركه دي جديده، انا ما اعرفهاش وما شفتلهاش حاجه، تمام كده. اللي بينفذ كونستراكشن، خرسانات وبنى واعمده وبتاع والكلام اللطيف ده، هي نفس الشركات اللي بتبني مصر ايطاليا. انا قلت لك انا في القطاع الهندسي وشفت الحاجات دي، شفت البوسكو، مستقبل سيتي، بوسكو سيتي، الكوارث اللي فيه. طب ايه الكوارث؟ والله لا ازم وانا صايم في الديفلوبر، ولا قصدي ان انا اقلل من شأنه او حاجه، ولكن هو متعارف عليه مشاكل في الماركت، تمام. بس المشكله دي يمكن ما حدش يعرفها قوي الا اللي شافها. طب انا ليه بقولها لك؟ لانه ده بيصب على بيبل اند بليسز، الفريم الحلو اللي هو عمله، ويا رب يطلع حلو. شوف بقى انا بقول لك ايه، يا رب يبقى ده فعلا فيس ليفت حلو للديفلوبر، ويا رب. طب ايه اللي انا عايز اقوله لك اللي انت ما شفتوش؟ لما بنيجي ايام هندسه، يعني ايام هندسه بقى، بنستلم، خلصنا تمهيد، خلي بالك بقى والنبي معايا، لا يعني هشرح لك بالتفصيل بقى. خلاص. لما بنمهد التربه والضغط واستلام البروكتور والتربه والكلام ده، خلاص تربه تمام، تربه تمام، هنبتدي في موضوع الخرسانه. الخرسانه دي ليها ماركه، يعني عشان بس الناس تفهم، الخرسانه دي ليها جوده، فادي جوده الخرسانه مش قد كده. طيب خلصت حضرتك قواعد وخلصت اعمده وخلصت اسقف، وداخل على مرحله التاسيس، تاسيس البيوت اللي هي تاسيس كهرباء وتاسيس سباكه. يعني ايه تاسيس سباكه؟ يعني مواسير الصرف البي في سي، ماسوره اسمها بي في سي. نوع الماسوره بقى ايه؟ فرز ايه؟ هو ده اللي انا بقول لك عليه. فرز ثالث رابع صدقني انا شفت ده على ارض الواقع. طب انا ما شفتش بيبل اند بليسز على فكره، لان انا كنت سبت هندسه ساعتها. اكتشفت ان نفس المقاولين اللي بيبنوا في مصر ايطاليا، في بعض منهم اللي بيبني في بيبل اند بليسز. انا بقول لك ده ليه؟ لان ده انت هيتقفل البيت قدامك فله. عرفت الكبار زي صادق وحتى ماونتن فيو في الازمه اللي هو فيها، على فكره حتى ماونتن فيو، لان انا برضو حضرت حاجات في ماونتن فيو، وماونتن فيو، وطبعا اعمار، وطبعا كل بيج نيم انت بتسمع عنه. هو بيج نيم ليه؟ الناس لما تيجي تقول لي ايه احنا بيج نيم ودي طبقيه والفلوس غاليه، لا، هو جايب لك الموضوع صح من الاول. خرسانه قويه، مواد تاسيس نظيفه. ما انت مش شايف ماسوره الصرف جوه عامله ازاي؟ السباكه. ما انت مش شايف خراطيم الكهرباء عامله ازاي؟ ما انت مش شايف لوحه الكهرباء اتقفلت عامله ازاي؟ ولو بتاخدها كورة شيل، فكل ده مدفون. حتى لو انت ما بتاخدهاش على المحاره هتشوف خراطيم الكهرباء، فهتصدق اللي انا بقوله لك ده لو بتاخده كورة شيل مش على المحاره، مش نص تشطيب يعني، سيمي فينشد يعني. فهو ده اعتراضي على وترشيحي لمطور او مطور لا. فلما اجي اقول لك نيو زي بيبل اند بليسز، تطوير مصر، نايا، تاج مصر وبتاع، خلي دول في حقبه او خلي دول في سله لوحدهم. لا ارشح. اسعارهم جميله، اتفضل. خلاص انا قلت اللي عليا، عايز تروح تشتري طبعا اتفضل. فليه بدخل لك طارق شكري؟ لان طارق شكري مطور قديم، مسلم، مشغل، يعني حد كان ذو منصب في مجلس الشعب في الغرفه التجاريه للعقار. فلا يعني طارق شكري طبعا اسم كبير، ولكن للسكن برضه، عشان زي ما كنت بقول لك. طيب حلو قوي، خلصنا ده. الاحواض مفيش غير لافيستا، فمش هناخده بقى ضمن النطاق كله. طب والمنطقه كلها فيها حاجه تاني؟ لا. يبقى انا هطلع اللي قابل استثمار في نيو زايد. ملخص، يلا هعمل بقى الفيديو ده بعنوان تلخيص الفيديو ده كله.
ملخص لاحلى الفرص والمشاريع اللي موجوده في اكتوبر، ملخص لافضل مشاريع موجوده في اكتوبر بناء على كل اللي قلناه. خلاص، من فهمك لكل مربع، توسعات شرقيه هضبه بالم هيلز او الزمالك الجديده، الشيخ زايد، توسعات شماليه نيو زايد والاحواض ومحور جمال عبد الناصر او بوليفارد، وشريحه اوست وباديه في الاخر. ملخص هذا الفيديو ان انا عايز اقول لحضرتك، هبتدي برضو بالهضبه. رنت البحت بحت وقوي بتاع ويندم اوتيل رقم 1. انا عملت فيديو بسرعه، اجري روح شوفه لان هو طازه، مشروع طازه وفي مرحله اللونش دلوقتي. فسعر اول طرح ان شاء الله ما يكونش غله، بس لو احتجت حاجه في كل المشاريع دي وبالاخص ويندم لازم تكلمني. هجيب لك اللي انت عايزه ان شاء الله. ويندم هو 7 دقائق فعلا من المطار. الاوتيل اكبر في علامه تجاريه في العالم لفرنشايز اوتيلات، وهو اصلا بيزد في امريكا، نزل هنا في مصر اول مره مع شركه محترمه اسمها كابيتال إليت. فده رنت البحث فين في هذا المربع. لو انا بعمل زوم ان وما عنديش اختيارات غير التوسعات الشرقيه هضبه بالم هيلز. ويندم رقم 1، بي اكس طبعا رقم 2. ويندم ارخص من بي اكس، بس انا هنا بتكلم على النيدز، يبقى انا مش بقارن بالسعر، يبقى انا بقارن بالفايده، بالنيدز بتاعتك. العقار ده خلاص ملبي للاحتياجات بتاعه الاستثمار الايجاري البحت. ويندم رقم 1. طيب ايجاري وفليبنج بي اكس بالم هيلز ادي رقم 2. رقم 3 هايد بارك. لازم هتطلع ب 3 اوبشنز، لازم هتطلع ب 3 اوبشنز وانت بتشتري. لازم يبقى قدامك من 2 ل 3 اختيارات. مفيش حاجه اسمها توه، مفيش حاجه اسمها لا اصل لو عرضت عليا كتير لو اكتر من كده تمام. دي خلاصة الخلاصة بعد مذاكرة، وديني اهو بنذاكر مع بعض انا وانت فده خلاصة الموضوع. في هذا المربع اللي بيستحق رقم 1 ROI وسكن وكل حاجة، طلعنا منه 3 اوبشنز. والجمال طبعا لو انا هاخده اوبشن مع بالم هيلز، هما الاثنين بيوازوا بعض ونفس التيكت برايس. نيو جيزة تمام كده. خلصنا ده. الشيخ زايد ازهى، ما عنديش فرصة اقوى من ازهى المشروع الجديد اللي نازل. لو انت حابب منطقة الشيخ زايد، سور في بافري هيلز على طريق الدائري، مصر اسكندريه الصحراوي يعني، اسف. مش ما عنديش فرصه اقوى من ازهى. ومشروع تاني لشركه سياك، شركه محترمه جدا، ولكن مش هقدر اقول تفاصيل بسرعه لما تكلمني ونقعد نفلتر المواضيع كلها مع بعض. ادي من الشيخ زايد. من نيو زايد فاي كارميل. سولانا الاول، خلينا سولانا الاول لانه لسه ستيج. فاي كارميل بقاله سنين بيتباع شويه، انما سولانا لسه يعني سنه ونص سنتين اولموست. فسولانا رقم 1. شوف انا برتب بناء على ايه؟ انا برتب بناء على اللي يتحمل معاك زياده في السعر تاني. يعني المنطقه دي قلنا خلاص طبيعتها مش ايجار، ده ريسيل، استثمار اعاده بيع. اوكي كده. يبقى سولانا ويست، فاي كارميل، جيريان طبعا، و ايلورا ده احنا قلنا سكن، فهنطلع برضو بثلاث اختيارات من حته نيو زايد. طيب من تحت بقى اخر شريحه او اخر مربع تحت اوست باديه. الاثنين يعتبر في نفس الستيج. باديه تتاخر شويه في الريسيل لان 3000 فدان وده 1000 فدان، فدول ينفع نقارن الاثنين دول ببعض عشان دول سيتيز شويه، كونسبت مدينه شويه. يتفوق شويه سميح ساويرس في الكثافه جوه المشروع، كثافه قليله في ال1000 فدان كمان، اقل من 3000 فدان، وكثافه يعني عدد الفيلات اكتر من عدد الشقق، فدي كثافه سكانيه قليله، فبيتفوق سميح ساويرس فيها. طيب يتميز بالم هيلز باديه، انا بتكلم على باديه، بالبيمنت بلان طويله الاجل، وكل الاوبشنز والتايبس تقدر تشتريها من اول فيلا لحد استوديو 1 و 2 بيدرومز، ومدينه متكامله لما تشتغل هيتخلق ليها الرنتال انفستمنت، وبعد عمر شويه 5-6 سنين تقدر تعمل لها ريسيل، مش قبل كده لان المعروض قبلك كتير جدا، في عبال ما ده يبيع انت هتبيع. ولكن دي حاجه بتحفظ فيها قيمه الفلوس، حاجه مع بيج نيم انا واثق فيه ان هو هيسلم زي بالم هيلز. سيجنتشر وسكسس ستوري هتتعمل زي الهضبه، هتتعمل في باديه. فهنرجع لاوست هيكون اقوى منه شويه ولكن البيمنت بلان هي اصغر منه شويه على 9 سنين، يتباع اسرع منه ويتاجر. طبعا دلوقتي في اسر او في ناس بتاجر جوه البروجكت. طيب من كل ده، من كل المربع ده، كل اكتوبر بقى يعني كلها استثمار ايجاري ويندم رقم 1، بي اكس رقم 2، او ويست رقم 3.
لو انا عايز افكر رنتال انفستمنت في اكتوبر بالكامل، تمام، في السكني، انا كل ده بتكلم في السكني طبعا، في حاجه بقى امنه مع بيج نيم كريديبيليتي سابقه اعمال و طبعا ويندم مش زي ما ينفعش، او كابيتال اليت يعني مشروع ديفلوبر كابيتال اليت لا يقارن شويه بالاسمين التانيين دول، ولكن الباكج بتاعته قويه جدا فتحطه مع الحته بتاعت اعلى رنتل دي. خلاص طيب، ريسيل يبقى فيرست لونش على طول، يبقى استثمار بقى ريسيل في اكتوبر كلها، افكر على طول فيرست لونش. ازها زي ما قلت لك ده هيبقى رقم واحد. شوف تخلفت بالم هيلز وتخلف كل اللي انا قلته ده، لا ما دي مش ستيج صح. لو انا بجيب العقار احط فيه فلوس لحد 3 4 سنين ابيعه باوفر برايس محترم، طبعا فيرست لونش ازها طبعا تخش فيه. خد المعلومه دي، مراكز هتنزل بارض جديده برضو جنب حته سمارت فيلج والحته والنيو جيزه، يبقى سور في سور في نيو جيزه يعتبر، فده هيبقى رقم 2 معانا. ولو عايزين حاجه خفيفه شويه بقى مش حاجه عاليه، اقدر اخد البيمنت بلان ال10 سنين بتاعه اورا، او اقارنها باو ويست. دول يتحملوا كمان الريسيل في بيج نيم، في اسامي هتكسب معاها قوي، يعني سواء اورا او او ويست انت هتكسب مع الناس دي. واسال اللي اشترى من 3 4 سنين وباع ونفذ يعني. تمام. يا رب اكون لخصت لك. ده كده ملخص لاكتوبر بالكامل، لحد ما هعمل لك فيديو بروفيشنال. اوعدك ان انا هعمل فيديو احترافي قوي. انا في دماغي حاجات هوريها لك، اللي في دماغي واللي انا شايفه عايز اوريه لك على الفيديو. فانتظر مني الابديتد فيديو لمدينه اكتوبر. هنتكلم عن الكوميرشال كتير فيها، ومع ان لو قارنتها بالتجمع، التجمع يكسب في الكوميرشال. وهنتكلم عن السكني بصوره ادق في كل حاجه بقى، ككل تايبس الفيلات والشقق وكل حاجه. شكرا جزيلا واسف على الاطاله لحضراتكم، يا رب اكون افدت. ولو عايز تكلمني في اي وقت رقمي على الصفحه، اتشرف ان حضرتك تكلمني في اي وقت.